عمرك ما السكور بتاعك هيعلى في الانجليش طول ما انت ما بتطبقش الثلاث حاجات دي. لو انت من طلاب الدبلومه الامريكيه او انت بيرنت وابنك او بنتك من طلاب الدبلومه الامريكيه، فركزوا معايا عشان هقول ثلاث حاجات مهمه لازم نعملهم عشان نعلي سكورنا في الانجليش. اول خطوه واهم خطوه، لازم افهم الفرق بين الدروس. لازم ابقى عارف ايه الفرق بين درس زي او يونت زي كرافت اند ستراكشر، يونت زي انفورميشن اند ايدياز، يونت زي ستاندرد انجلش كونفنشنز. ابقى عارف الفرق بينهم وعارف ايه الويكنس بوينت بتاعتي، ايه نقاط الضعف اللي عندي. طب دي بعرفها ازاي؟ لو انت دخلت ترايل قبل كده سواء شهر 10 مثلا او 12، فبيطلع لك ريبورت في النتيجه في المستوى بتاعك في كل قسم منهم او في كل يونت منهم. فلازم تبقى عارف ايه الدروس اللي انت واقع فيها عشان تركز عليها وتشتغل عليها. تاني حاجه مهمه جدا، لازم احل من الكويستشن بانك. السورس نفسه اللي هو الكوليدج بورد او المؤسسه اللي هي عامله امتحان السات، هي عامله لنا كويستشن بانك او اسئله كتيره اقدر احل منها، واحل منها الصعوبات المختلفه، احل منها الايزي والميديوم والديفيكولت. لو عايزين نبعت لكم اسئله الكويستشن بانك او مش عارفين توصلوا لها، اكتبوا مهتم او ابعتوا لنا رساله وهنبعتها لكم. الخطوه الثالثه والاهم هي الكونسستنسي. معظم الولاد اللي بيقعوا في السكور بتاعهم بيزهقوا بسرعه، يعني بيحل يوم ويريح يومين، يلتزم شهر وما يلتزمش اسبوعين، فده بيخليه ينسى. لكن الكونسستنسي او الالتزام، ان انا احل بشكل ثابت كل يوم، هو ده اللي يخليك توصل ان مستواك يعلى فعلا في الانجليش. مهم قوي ان انا لو حليت كل يوم حتى 15 سؤال، هلاقي نفسي مثلا لو الترايل بعد 3 شهور زي ترايل مثلا مارس، هلاقي نفسي حليت اكتر من 1300 سؤال. هل عايز تقنعني ان مستواك قبل ال 1300 سؤال او ال 1300 questions هيبقى زي مستواك بعد الحل بتاعهم؟ استحاله. هتلاقي اكيد مستواك اتطور. لو انت بقى داخل محاوله شهر 3 او محاوله شهر 5 وعايز بلان كامله تمشي عليها من النهارده، ابعت لنا رساله او اكتب مهتم عشان نبعت لك كل التفاصيل بتاعه البلان. بالتوفيق للجميع. سلام.